طلعت مغتربة بعد وفاة بعد إعلان وفاة والدتي بيومين، وجابت المزمار وركبت على الحصان ورقصت. طب مش لما تطلعي وترقصي على وفاة أمي ترقصي رقص محترم يا قليلة الأدب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المتابعين في بيتكم التاني، سهام وبيتها وكنوزها. أحب الأول أقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وشكرا لكل إخواتي وحبايبي كنوز سهام منصور، شكرا لكل محترمين ومحترمات اليوتيوب متابعين البارون، وشكرا لكل إخواتي المحترمين من القنوات المحترمة على منصة اليوتيوب اللي رفعوا لي منتدى، وشكرا لكل متابعينهم المحترمين وداعمينهم اللي كتبوا دعوات لأمي ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنته. أشكركم جميعا، أشكركم بلا استثناء، اسم حد شكرا على دعواتكم لأمي الحبيبة. أشكركم كتر ألف خيركم، هفضل أشكركم طول حياتي. دي ست دهب، تعالي صبحي. ست دهب بتلعب في الاستاند، عمالة بتلعب فيه. فقعدت اقول طبعا ندعي الاول لاخواتنا وحبايبنا في غزه، وندعي كمان لاخواتنا وحبايبنا في السودان وفي سوريا وفي لبنان وفي ليبيا ومصر الحبيبه وفي الدول العربيه اجمعين. ربنا يفك كربنا، ربنا يفك ازمتنا، ربنا ييسر امورنا، ربنا يصلح حالنا، ربنا يعدي الاوقات الصعبه اللي جميع الدول العربيه بتمر بيها، وربنا يرفع من شأنكم وشأننا ويصلح من حالكم وحالنا، ويرزقكم ويرزقنا من حيث لا ندري ولا نعلم ولا نحتسب. اللهم امين يا رب العالمين. احضر لك ايه وانت متحضره وقاعده ايه مضروبه؟ طبعا طلعت بعد اعلان وفاه والدتي بيومين وقعدت ترقص، وانا عارفه ان هو ده احتفالاتها القذره بفرحتها القذره اللي بتحب تعبر بيها عن نفسها. وبعد ما عملت الكارثه وابتدت القنوات تطلع تنتقدها، وابتدوا الناس يطلعوا يقولوا لها ايه اللي انت عاملاه ده، ايه يا ديوس يا كبير اللي انت عامله. طبعا الديوس ده معروف مين، ده سكسكة اللي البارون اطلق عليه سكسكة العايق، وده اسم بسيط جدا. المفروض يعني يتنسب لك اسم اقوى من كده، معرض كبير رافعهم بقراير الله اكبر عليك، بسم الله ما شاء الله. طلعوا بقى ولهونا ودخلونا في قصص الارض والحق وحق عمي، والفيديوهات اللي قعدت تنزلها ويتكلموا عليها، وابتدوا يعملوا فيديوهات على حس الموضوع بتاع الارض وارجاع الحقوق. حقوق ايه يا ام حقوق انت وهو؟ مش لما تعرفوا حق ربنا الاول تبقوا تفكروا في حقوق الارض؟ انتوا ناس ما تعرفوش حقوق حق ربنا يا شيخة يا داعية. مش انك تطلعي ترقصي وتترقصي وتتميلي وتتميعي وتتميصي في قلب وسط رجاله، ومش هو ده اللي اتعلمناه ولا اللي عرفناه عندنا. وارد بنرقص لما يبقى عندنا افراح المقربين، زي بنتك كده ما طلعتي رقصتي، ومع ذلك برضو كنت بترقصي مش في وسط الناس، كنت بترقصي لوحدك ماسكه الكاميرا بتترقصي في قلب الصاله، بتقولي يا اللي ما شفتش شوف ويا اللي ما عرفتش اعرف. يا جماعه زمان واحنا صغيرين، انا عن نفسي زمان وانا كنت طفله صغيره قبل ما اتجوز كنت برقص، بس برضو كان عندنا اخلاق ومبادئ، كنا بنرقص في قلب وسط الستات، لحم ستات في بعضه، محدش شايف حد، كل بيبقى بيخبط في بعضه. ويوم ما بنرقص وبيبقى في دايره حوالينا بتبقى كلها من ستات وراها ستات وراها ستات، الدايره داير ما يدور كلها ستات، القعده كلها ستات. يا جماعه احنا حتى الافراح بتاعتنا، يمكن انا صورت لكم خطوبه اخويا قبل كده ووريتكم ستات كانت بترقص. اصل الفرح محدش هيقدر يعمل عليه كنترول، ده فرح والكل بيرقص، بس الستات بتبقى بعيده عن الرجاله. دايما بيحطوا السماعات الكبيره قوي 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 عازل ما بيننا وما بين الرجاله، وفي اوقات يعملوا خشب ويفردوه فرش الافراح، يعملوا عازل ما بيننا وما بين الرجاله. حتى لما بيبقى عاملين قاعه للعروسه بيبقوا مقعدين عندنا الستات في ناحيه او الرجاله في ناحيه، او لو كل ترابيزه عليها اسره مع بعضها بيبقى عند الكوشه كل اللي واقف ستات، الست هي اللي تقوم تروح تقف في الزيطه والهيصه. فبالتالي اللي بيرقص ده اصلا ما بيبقاش باقي، يعني العروسه والعريس ما بنبقاش شايفينهم من قلب وسط الستات. وبيبقى رقص الفرحه، نتمايل بايدينا ونتمايل، لا فرحه فرحه.
ولكن لما ما يبقاش عندك مناسبة واخوك الديوس الكبير وهو ينطبق عليه ان هو ديوس، والقرآن قال ان هو ديوس، وربنا قال ان هو ديوس، لانك لحمه وعرضه وشرفه. يلي ما عندكمش ريحة الدم، يلي ما عندكمش ريحة الشرف، يلي ما بتعرفوش يعني ايه العرض والكرامة والاخلاق والتربية، تقولي لي بقى بصلي وقال الله وقال الرسول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ها؟ ربنا قال كده، الصلاة بتنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. واللي انت عملتيه دوت يعني ده يندرج تحت ايه يا ست نقى؟ الناس الحلوين اللي قالوا لك بترقص عادي، لا يا قرايل، هي مش بترقص عادي، انتوا اللي معرضين عادي. هي بترقص عادي، لا مش عادي، انتوا معرضين عادي، عادي عادي. لان اللي يطلع يقول بترقص عادي في اللي احنا شفناه ده، لا مش عادي. ويا ريتها بترقص في مناسبه، ويا ريت عندها مناسبه، ويا ريتها هي كل واحده سافرت وجات واخواتها هيقابلوها ولا هيستقبلوها ولا هيجوا يتغدوا معاها يشوفوها، يروح اخوها يجيب لها المزمار والطبل البلدي وتقف وسط 5 رجاله تتمايل وتتمايص وتتراقص وتتعولق، يعني عيب يعني. فاذا كان هي بترقص، لا ده مش عادي. في وسط رجاله، لا مش عادي. انتوا معرضين برخصة عادي، لان ده اللي احنا بنشوفه منكم. اللي تسمح لنفسها تكون ست عارفة دينها وعارفة تقاليدها وعارفة بيئتها وعارفة نشأتها وعارفة ايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش وتطلع تقول ده عادي، لا مش عادي. ده حتى الناس الهاي كلاس ما بيعملوش اللي هي بتعمله. ده حتى الناس ولاد الناس المتربين لما بيرقصوا في اماكن مغلقة، بيروحوا ديسكو بيروحوا ديسكو وبيرقصوا في ديسكو، يعني بيبقى برضو مكان مقفول. انما ما اروحش اشوف واحدة اخوها ولا جوزها جايب لها مزمار تحت البيت بدون اي مناسبه، واقفه وسط 4 رجاله بترقص عادي. ده حتى رجال الاعمال بيغيروا على ستاتهم من فنانين ومن واللي طلعوا قالوا لك دي ما في عبده بترقص ولا دينا بترقص ولا سهير زكي بترقص، اسمهم رقصات يا حبيبه قلبي. تطلع تكتب ان هي رقاصه واحنا لن نعترض. انتوا معترضين ليه؟ عشان هي قالت ان انا داعيه واتكلمت باسم الدين. قالت انا داعيه واتكلمت باسم الدين. قالت انا دخلت الشيخ جانو الاسلام. دخلتيه ان شاء الله الاسلام يعمل ايه؟ يمسك لك المزمار والطبل ويطبل لك ويرقصك. هو ده اسلامنا؟ هو ده ديننا؟ هو دوت اخلاقنا؟ هي دي اخلاق الست المصريه الاصيله؟ هي دي صوره الست المصريه اللي انتوا عايزين تصدروها لبره؟ لا، مش دي صورة الست المصرية، انما دي صورة هناء عادي. ده بقى اللي يتقال عليه عادي. بصراحة دي هناء الغازية. هناء الغازية، هناء اللي طلعت مرارا وتكرارا عليكم قدام كاميرتها وقعدت ترقص، وقعدتوا برضه تقولوا اسم الله عليكم، رافعينهم الله اكبر. بس بقى لما تبقوا رافعينهم وطلعتوا مرارا وتكرارا تقولوا عادي بترقص، فرحانه، حفله طلاقي فرحانه، حفله جوازي فرحانه، حفله موتها اطلعوا ارقصوا لما تموت وقولوا عادي. فما كانش عادي. هو انتوا بس كان بالنسبه لكم انتوا عادي لان انتوا رافعين القراير 24 ساعه في ال 24 ساعه وبتستقبلوا على هواكم، فده عادي بالنسبه لكم. عادي، لكن مش عادي بالنسبه لنا. وكانت كل مره بترقص نقول لكم عيب. بكلامكم ده بتوصلوها لأقصى انعدام الأخلاق، لأقصى القذارة. الراجل المحترم اللي بيتكلم عنها وبيقول لك يعني أنا مش شايف إني رأس عادي. عادي إيه يا راجل؟ يا ناقد يا ديوس، يا ناقد يا معرض. ما هو اللي يقول كده يا جماعة. بصوا أقول لكم حاجة، لما احنا بنطلع نتكلم عن ست بنطلع نتكلم علشان عايزين نشوفها ست بصورة كويسة، ست ما تسقش للستات المصرية. لما الراجل يبقى راجل محترم ويطلع يتكلم عن ست يبقى عايز يشوفها كما ينبغي يشوف زوجته او يشوف اخته او يشوف امه او يشوف بنته. انما لما يطلع راجل يقول لك ده عادي، يبقى الراجل ده معرض على اهل بيته بالظبط. ما هو اللي يعرض في العام اكيد بيعرض في الخاص، هو شايف انه ده عادي. بقى فريد اللي انتوا دايما تخشوا تتهكموا علينا وتقولوا ما لا فينا وتقولوا ده كان مسيحي وتقولوا اخلاقه لا تسمح. في اوقات الطرحه بتبقى شويه كده، فممكن يبقى ما بين الطرحه وما بين كده ممكن يكون مثلا الطرحه اترفعت شويه مع شيل الشنطه او مع ان انا اركب عربيه، فلاقيه بيشد لي طرحتي يغطي لحمه.
يغطي لحمه. لما اكون لابسه لبس واقول له ايه رايك يا فريد، البلوزه دي فعلا انا جايباها بس شكلها قصير صح، يقول لي اه قصيره، ده شكلي تطلعي بيه. فبيعمل كنترول عليا. الراجل اللي انتوا بتقولوا بلا دين فهو اكتر منكم دينا وايمانا، اكتر منكم قرب من الله، اكتر منكم خوف من الله. فاللي الفريد بيطلع يقوله للست دي فبيطبقوا عليا انا اول واحده زوجته. مش سايب لي السايب في السايب والعايط في العايط وارقص وسط الرجال، ده كان يموتني، كان يموتني. زوجي يليهم اخواتي وابويا، يليهم ولادي، يعني كل رجالتي كلهم اول حاجه عيب. ما عندناش احنا الكلام الفاضي والفارغ ده، مع اننا بنرقص في الافراح، ولكن بنرقص وسط الستات في الافراح اللي تكون قريبه مننا. يعني مثلا لما يبقى في فرح من العيله ولكن بعيد، لا انا هرقص ليه؟ انا بقعد ست بعيده زي كل الناس. ممكن اقوم ابارك للعروسه، ممكن اقوم اقف اسقف كده يعني مجامله للفرح اللي انا موجوده فيه. انما ان احنا بنرقص لاولادنا، بنرقص لاخواتنا البنات او الصبيان، بنرقص لبنت عمي، نرقص لبنت خالتي، نرقص لبنت خالي، اولادنا من العيله. ومع ذلك بنرقص وسط ستات، وبنتميلش ونتقصع ونتفصع زي التعبان ما بيتلوى، لا خالص. برضو بنرقص رقصة الفرحة اللي هي الستات بترقص كده كده، يعني اللي هو حركات ايد كده كده، اي حركة، اي حركات تعبيرية للفرحة. ولكن قلة الادب والوساخة والمياصة دي، وجايين دلوقتي نقول حلال وحرام وسرقوا ونهبوا، دول ناس ما بيحافظوش على شرفهم ولا عرضهم ولا كرامتهم ولا تربيتهم ولا بيئتهم. ده الراجل ده قاعد في الفيلم ده انتعار للمكان بس للارض اللي انت قاعد عليها. اهل الفيوم ازاي يشوفوك ان انت راجل محترم وانت موقف اختك وسط 5 رجاله او 4 رجاله بالمزمار وهي قاعده تتلوى قدامهم زي التعبان زي الحربايه وقاعده تترقص، وقال الاساس قال ايه اخواتكم جايين. يا اخي حس على دمك، ده انت راجل ديوس بطريقه عديت حدود الدياسه، يعني عديتها بمراحل. ازاي الناس وازاي الاهل وازاي كل ده متقبلين اللي انتوا بتعملوه بصوره عاديه؟ انتوا شكلكم بقيتوا بلعه مجاري، جاتكم القرف. انت ازاي قادر تقبل ولا ازاي ايه؟ ما انا قلت قبل كده انت الطينه من العجينه، انت الطينه من العجينه. نفس الشخصيه الوسخه اللي طالعه علينا اللي اسمها هناء، انت نفس الطينه من العجينه. يعني هنقول لكم ايه؟ اذا طلع العيب من اهل العيب فهو بالنسبه لكم ما هوش عيب، ولكن اعملوه مع نفسكم. هات الرجاله ما هو اصل الراجل، يعني والله عيب ان انا اقول لك الراجل ان اللي يقبل انه يجيب لاخته رجاله بتوع مزمار اللي بيمشوا في الشارع الاغراب عنه، وتقف اخته تعمل كده قدامه، ما تستبعدوش انه يقدر يعني انه يتعود يشوف اي حاجه قدام عينيه، انه ما عندوش انه يقول لها لا ده عيب، لا ده ما يصحش، حتى لو بخجل وإحياء، حتى لو فكرت لا مش هنصور، لا مش هنصور وما تصوريش في بيتي الكلام ده. ده انت اسمك اخ، جاتك القرف عليك وعلى قله ادبك. روحوا شوفوا بنته اللي اسمها منة، والله العظيم مره براس زيها زي عمتها بالظبط من ساعه ما شفتها. ده منة دي انا عايزه اقول لكم حاجه، دي مقلده عمتها في فيديوهات من زمان، هشتك بشتك برضه. وكانت فرحانه ومزبهله وفخوره بعمتها في الفيديو اللي عمتها شالته، اللي هي كانت بترقص وبتقلد فيه عبد المنعم مدبولي بتهيألي، وفي مسرحيه رايا وسكينه او اغنيه عبد المنعم مدبولي وشاديه او سهير رمزي، سهير البابلي في المسرحيه اللي كانوا عاملينها. وطلعت خدت عمتها كنموذج بالنسبه لها مشرف، وطلعت قلدتها في الاغنيه اللي بتقلدها. فانتوا بتتكلموا في ايه؟ الراجل ده ديوس والدياسه باين عليه في اولاده. خدوا بالكم، هي بتقولوا مراته وزوجته ست محترمه عشان مراته وزوجته ست محترمه لاني خايفه من اهلها، ليها اهل تخاف، انما هو ما بتخافش منه، عياله يعملوا اللي هم عايزينه. فهو مين اللي عرضه وشرفه؟ اخته، امه، بناته، ولاده. انما هي ست يعني في اي وقت من الاوقات روحي وانت طالق يلا بالسلامه، ما بقتش على اسمه، ما بقتش على لعرضه، ما بقتش لحمه، ما بقتش شرفه، ولكن بنته اللي هي شرفه، اللي هي بنته، فهي اذا بيخليها تعمل زي عمتها، فهو اذا راجل ديوس برخصه. والله. وما تزعلش، تزعل من ايه؟ ده انت تفتخر كده بنفسك وتبقى منبسط يا ابو منه. قالوا كانوا قاعدين يقولوا لك فينك من اللي اختك بتعمله. اللي اختك كانت بتعمله وهي بعيد
بعيد وانت في حته وهي في دوله وانت في دوله، وكانوا ناس يطلعوا يطالبوا ويقولوا لك انت فينك يا ابو منى، احنا مش محتاجين دلوقتي ان احنا ننده لك ونقول لك فينك يا ابو منى، احنا خلاص عرفنا ان انت يعني معرض بلس 600، كمان ان انت راجل ديوس بلس 800 او يمكن رايح على ال1000 كمان، الله اكبر عليك، بسم ربنا يزيدك من الدياسه كمان وكمان، لان اللي زيك يستاهل انه يندرج تحت ديوس ويتعاقب ويتحاسب من رب العالمين على انك ديوس، لان هي اختك منفصله ملهاش راجل وتعود اليكم، ولحمها لحم النتن زي ما بيقولوا بيرجع لاهله المنتنين. اه والله بيقول لك اللحم النتن يرجع لاهله، فاهله ايه؟ منتنين كده، بسم الله ما شاء الله. فانتوا شكلكم كلكم عيله منتنه. انما بقى في موضوع الارض والحلال والحرام، هو انتوا كنتوا تعرفوا ايه حلال ولا ايه حرام علشان احنا نستغرب عنكم؟ ما هو اللي ما يخافش من رب العالمين في عرضه، في لحمه في شرفه، هيخاف من رب العالمين في السرقه؟ لا طبعا، لان السرقه ليها عقاب وحساب، والدياسه والنجاسه ليها عقاب وحساب، وهي تبقى في المرتبه الاعلى للحسبان عند رب العالمين. فيعني احنا نتوقع منكم اي شيء، نتوقع منكم سرقه، نتوقع منكم نهب، نتوقع منكم اكل مال حرام، نتوقع منكم ظلم يتامى، نتوقع منكم قراير ورفعينها، نتوقع منكم حاجات كتير قوي. فلما تطلعي، وده اللي انا شايفاه من وجهة نظري انا والله اعلى واعلم، انك طلعتي ترقصي في اليوم دوت فرحة وشماتة، فامي يا كلبة يا حقيرة، لاني ما كانش فيه اي مبرر ولا اي مناسبة للرقص وللحفلة اللي انت عملتيها، بما اننا ما شفناش اخواتك اللي مش محترمين، اللي انت قلتي هيجوا ومش هيجوا والكلام الفاضي ده كله، وشفناكي طالعه بترقصي وبتركبي، ركبتي الحصان يا بت. خيابك، خيابك، ضحكتيني وانا ماليش نفسي اضحك، بس ضحكتيني يا مضروبه. وانا ما اشوفش غير طلعتك القذره الوقحه بالطريقه دي، غير ان ده تعبير عن الوساخه والنجاسه اللي جواكي. عرفتي مين بقى يا بت الملحدين؟ عرفتي مين بقى يا بت الديوسين؟ عرفتي مين بقى يا بت اللي رافع قرايل؟ عرفتي بقى يا بت مين بتوع الدعاره؟ بتوع الدعاره اللي بيرقصوا قدام الرجاله، بتوع الدعاره والكفر والملحدين اللي بيعملوا اللي انت بتعمليه. فاحنا دلوقتي عرفنا ومتاكدين، واحنا متاكدين من ده من زمان، ان كل اللي كنت بتطلقيه علينا فهو اسقاط اللي فيكي علينا احنا، ولكن احنا اشرف منك بكتير، احسن منك بكتير، انضف منك بكتير. لاني لو هنقعد نسال كل الناس ونفرجهم كل الفيديوهات اللي انت بتاعت الرقص والقذاره، مش هيقولوا عليكي غير انك ست ناقصه، عديمه الربايه، عديمه الاخلاق، ما لقيتيش لا اب ولا ام يربوكي ويعرفوكي دينك كويس، ولا لقيتي ولا اب ولا ام يعرفوكي الاخلاق والمبادئ والقيم كويس. عيله بلا قيم، عيله بلا اخلاق، عيله بلا تربيه، عيله بلا دين، عيله بلا مبادئ، عيلة تندرج تحت كلمة العائلة المنحلة أخلاقيا بكل معاني الكلمة. والناس اللي طلعوا يطبلوا لك، لا انا والله ما استبعد، ده العادي بتاعهم، ده اقل من العادي، ده هم عندهم استعداد يعرضوا عليكي اكتر من كده. يعني لو شافوكي في وضع مخل بالشرف، لو شافوكي قدام هيطلعوا يقولوا لك لا يا جماعه، ما ده تمثال، ده تمثال، والله انتوا ظالمين، انتوا ظالمينها. فهم دول المعرضين، يعني المعرضين واخدين رخصه. كانوا زمان في عصر من العصور في مصر زمان، كانوا الستات اللي هم بيمشوا شمال كانوا بيدوا لهم رخصه زمان، كانوا بيدوا لهم رخصه ان هم يتاجروا المهنه دي بشمال، كانت اسمها رخصه للناس السيئه. فانتم دلوقتي يندرج عليكم معرضين ورافعينهم، وجوازكم رافعينهم، وقاليكم رافعينهم، علشان لو كل حد فيكم بيتابعكم وبيشوفكم، وكل زوج بيشوف زوجته بتقدم ايه ويقدر يعرف هي مين بيشوف مين. لاني انا قبل ما كان الفريد يطلع على كاميرا اليوتيوب كنت بقعد اسمع جنبه المواضيع اللي هتكلم فيها، فكان يقول لي ايه مين الناس دي؟ اقول له فلانه وعلانه وترتانه. مين ده؟ لا ده اخلاقهم مش كويسه، لا ده فيها، لا. يبقى هو عارف ان انا لما هطلع اصور واقعد اتكلم جنبه بيبقى سامعني، ما انا ما بصورش في بيت تاني، انا بصور في نفس البيت. فكل راجل عارف زوجته بتقدم ايه وبتتكلم المفروض عن مين، ولو ما يعرفش المفروض زوجته تكون معرفاه. يعني مفيش واحده ست تطلع كده هلهلي كده وتقدم شغلها وتقدم نقدها من غير ما جوزها ما يبقى دريان بيها ولا عارف بيها. فبالتالي اكيد هيبقى عنده بعض المعلومات، وكون سايبكم تتكلموا وتخشوا في جدال وتخشوا في نقاش مع قنوات تانية معارضين ليكم، اللي هو زي احنا المحترمين طبعا،
وما يخشش ويقول لكم ايه اللي انتوا بتعملوه، لا الست دي على غلط، لا ما ينفعش، لا صح، لا غلط، ويعدلوا من اللي انتوا بتقدموه، فهم معرضين عليكم، وان هم هيتحاسبوا على التعريض اللي انتوا بتقدموه للست نقة. اما القذرة، القذرة طبعا انتوا عارفينها الكبيرة، بنت الست اللي ماتت، اللي لسه عندنا على منتدانا ميتة، اللي لسه ميتة يعني، اللي بتقول للبارون يا معرس. اه اه عارفه يا بت امتى اصدق ان هو معرس؟ لو طلعتي لي اثبات انه عرس عليكي. اطلعي كده يا بت واعترفي وقولي لي عرس عليا، كنت مع واحد تاني غير جوزي، تمام، وهو عرس عليا. هو التعريس بالنسبه لك ايه؟ التعريس بالنسبه لك انك تكوني متاكده ان الراجل ده معرس. هتتاكدي ازاي ان يكون معرس عليكي؟ ما هو الواحده ما تعرفش الراجل معرس الا اذا عرس عليها. يعني فاحنا بقى نقدر نقول ان انت برضو يا رباب بتعملي اسقاط عن مين؟ عن نفسك وعن زوجك. زوجك ده معرس رسمي وبرخصه وباين، لانه معرس عليكي ومعرس على حماته، يعني معرس كتوتال. يعني كون بقى حكايه الاولاد وقصص الاولاد واختك اللي مش على ساحه اليوتيوب، انا لن اسمح بهذا الكلام، بس انت هنقول لك ايه وانت فيكي كل العبر الوسخه. فعايزه اقول لك ان المعرس ده المعرس اللي بيبقى قاعد جنبك وبيقبل القرش الحرام وبيعرس عليكي على الاكاذيب انت وامك اللي هي حماته، هو ده المعرس اللي اتقال عليه معرس. انما انا جوزي البارون الله اكبر معرس يا بت على حد؟ جوزي ده لو كان معرس كان عرس لكم على هناء، وكان طلع يعرس لهناء ويطبطب على طياز هناء، علشان زي ما انت ما شايفه ان ربنا كرمك بالبوتكس والفوتكس والفلوس والقنوات الكبيره الفيك اللي بقى دلوقتي مشموم ان انتوا كنتوا بدل ما بترفعوا لها هي بتدوها هي جزء، ترفعوا لنفسكم جزء. وطبعا احنا عارفين متاكدين ان ده الفيك، انما احنا الحمد لله ولله الحمد كلمتنا وجعكم، واحنا قنوات صغنطوطه قد كده. فيا بت المعرس ده يبقى جوزك اللي بيعرس عليكي. انما انا البارون سيدك وسيد امك وسيد ابوكي واللي جايبينك واللي مخلفينك من ساسك لاساسك، وسيد اهل جوزك ابوه وامه واخواته واللي جايبينه واللي مخلفينه. يا عديمه التربيه يا ناقصه تربيه يا معرضه، يا معرضه برخصه يا بت. يا بت ريحتك بقت على اليوتيوب زي ريحه الكلب الميت المنتن. فانت يا بت اللي بتقولي على زوجي انا معرس، والله شوف مين اللي بيتكلم، ما هم اللي اختشوا ماتوا. نروح لستك وتجراسك واللي شبشبها وجزمتها على راسك اللي انت بتعرضي لها يا معرضه برخصه يا بت يا رباب، يا عديمه التربيه، يا عديمه الاخلاق، يا عديمه الدين، يا نجسه انت وامك يا بت. قسما برب العالمين لما قلتلك ان انت نجسه من قدره نجسه زي امك، قسما برب العالمين ما غلطت فيكي في ولا في كلمه. منبع نجس قسما بالله، نجسه بنت انجاس، تخيلي بقى. فيا بت يا بنت الكلب تطلعي تغلطي في سيدك البارون يا كلبه، اطلع اديكي بالشبشب اللي انا لابساه في رجلي. البارون ده سيدك وسيد اللي مخلفينك يا انجز خلق الله. يا بت البارون ما بيبقاش راجل شرموط يطلع يترقص على التيك توك مع النسوان. يا بت اعرف ان النسوان هي اللي بتطلع على التيك توك، انما الراجل يطلع يترقص يا بت كده على التيك توك زي النسوان. يا بت عرفتي مين المعرس؟ يا بت المعرس اللي نايم في حضنك يا معرسه انت وامك واللي جايبينك. نروح لستك وتاج راسك النقه. اسكتي يا بت، مش ركبه الحصان؟ والله العظيم ركبه الحصان زي ما هي مراكبكم بالظبط، وهزت رجليها ودلدلت زي ما هي مراكبكم، وهزه رجليها ودايسه على انفكم كده وهرسكم بالظبط. اللي يا بت كانت امك دمها محروق ليه؟ وطلعت تقول لك لا يا بت انا ردي اطلعي ردي، احنا يا اختي طلبنا منك دمكم محروق ليه يا بت؟ الكلام وجع، كلام جه على الجرح. هما اللي زيكم كده رخاص، اللي باع بالفلوس رخيص يا بت، واللي بيشتري بالفلوس رخيص يا بت. اي حاجه في البني ادم يخش فيها الفلوس يبقى بني ادم رخيص، فانتوا بالنسبه لها رخاص. زي ما جات لكم بشنطه البلاستيك بتاعت الشوكولاته يا بت، ده مقامكم، قسما بالله ده مقامكم، ده مقامكم عندها، والعن واوسخ من كده مقامكم عندنا، تخيلي. فطلعت يا بت ركبه الحصان. اللي يا بت المعرس جوزك ما قالكيش ان ده غلط؟ طب يا بت اما انت شايفه ان هو صح، ما تركبي امك على الحصان وترقصيها، واركبي انت كمان على الحصان وارقصي. عارفه امتى هصدقك ان ده صح؟ لما تجيبي المزمار في الشارع تحت قدام باب بيتك
وتقفي تتلولوي زيها. ما طلعتيش عملتي كده يا بنت الجزمه تبقي معرصه وانت عارفه انك معرصه، وامك عارفه ان انت معرصه، وجوزك عارف انه معرص، وعارف ان هو كمان، وان انت معرصه وهو كمان معرص، وكلكم تبقى عيله دايوسه بنت 60 جزمه. تطلعي تثبتي لي واطلع اقول لك انا اسفه يا بنتي يا رباب، انزلي قدام باب بيتك نفس المشهد اللي شفناه وانزلي رقصي، وما لقيتيش الحصان يبقى اركبي الحمار اللي جنب جوزك. يعني لو معرفتيش توفري الحصان يا بنتي يا رباب، ابقي هاتي المعرس جوزك قعديه زي الحمار جنبك بعد ما ترقصي زي ما رقصت نقه واتميلت واتشخلعت كده وسط الرجال. ساعتها اطلع اتاسف لك، والله اطلع اتاسف لك، حلفان بالله وقسم اتحاسب عليه. ولكن قصاد ان انا اتاسف لك يا رباب واصدق ان انت فعلا على حق، انزلي خلي جوزك يجيب لك 4-5 رجاله بتوع مسمار في الشارع قدام باب بيتك يا بت، طالما ده عادي وشايفه انه ده عادي، وترقصي زي ما رقصت هناء. لقيتي الحصان خير وبركه، احسن ما تركبي الحمار. ما لقيتيش الحصان اركبي الحمار اللي هو جوزك وترقصي كده عليه وورينا ودلدلي. ساعتها والله العظيم هطلع اتاسف لك. احضر لكم ايه وانتوا كلكم وسخه ونجاسه؟ يعني انا مش محتاجه ان انا احضر اي حاجه علشان اطلع لكم يا كلاب يا ولاد الكلاب. الناس بقى اللي بيطبلوا وبيقولوا لكم عادي وفيها ايه وما فيهاش ايه، فيها ان انتوا ستات عديمه الاخلاق، فيها ان انتوا ستات عديمه الشرف، فيها ان حتى لو احنا ده بنعمله ما ينفعش نطلع نقول ان ده عادي. ليه؟ يندرج تحت اذا ابتليتم فاستتروا. فينا عيوب، فينا عيوب، لكن ما نجاهرش بيها. فينا عيوب، فينا عيوب، ما نطلعش نقولها على العلن. فينا عيوب، فينا عيوب، ما نعملهاش قدام الناس. ليه؟ علشان ما ينفعش ان البني ادم يطلع يعري نفسه قدام خلق الله وفي الاخر يكون بجح وينسى رب العالمين، وينسى تعليمات رب العالمين، وينسى قرآن رب العالمين، وينسى ان في رسول عليه افضل الصلاة والسلام بيطبق القرآن بتاع رب العالمين، ونقول برضو عادي. لا يا ست الكل، الرقص حرام ومعروف انه حرام، واحنا عارفين ان احنا بنعمله وهو حرام، ولكن بنعمله في اضيق الظروف، بنعمله وسط ستات، وبنحاول ان احنا محدش يشوفنا من الرجاله، وبيبقى للفرحه القريبه جدا جدا جدا. وربنا يتقبل تسامحنا، ان احنا نقول سامحنا يا رب عن الاخطاء البسيطه اللي احنا بنعملها، ربنا يسامحنا ويغفر لنا. لكن نبقى بكل بجاحه نطلع نجاهر بالمعصيه ونقول ان ده عادي، وتطلعوا تطبلوا لها وتبقوا معرضين زيها وتقولوا ان ده عادي. فما اقول لكمش غير ان انتوا ستات اهاليكم برضو رافعينهم قرايل عليكم كده، عادي يلا عادي، كله عادي عادي في الزبادي. واللي وصل معايا لحد الزبادي ياكل علبه الزبادي، ونبقى الفيديو بتاعنا خلص. عايزه كومنتاتكم، لايكاتكم على الفيديو، رايكم في الكلام اللي احنا بنقوله. عايزه اشوف مين الناس ومين مش الناس اللي في الكلام اللي احنا بنقوله دوت. نشوف ارائكم ايه، ردودكم ايه عن اللي بيحصل. ومكملين باذن الله، واستنوا منا الجديد، وادعوا لنا بتيسير الحال والرزق الحلال وستر ربنا علينا، لان بستر ربنا علينا وبرضاه علينا الدنيا بتمشي في الازمات اللي احنا فيها. اشكركم جدا جدا متابعين سهام منصور، والاول كنوز سهام منصور، لاني عندي متابعين وعندي كنوز. كنوزي دول اللي بيبقوا مقربين وبيخشوا طول الوقت طول الوقت طول الوقت. اما المتابعين اللي بيخشوا يشوفوا ويمشوا ويتكلوا على الله، اتمنى انكم تبقوا من كنوز سهام منصور. اشكركم جدا جدا واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.